خلاص. تاخدهم بقى بالادب، تاخدهم بالقانون، تاخدهم بالمحكمه، تاخدهم بلجنه تظلمات، تاخدهم باي كلام. الحمد لله ربنا وفقنا وايدنا الولاد، وادي الكارنيهات اهي. الاولاني احمد سعيد بالحاج اهو، ده هو اللي جيت كده، ده كارنيها وده كارنيه. مبروك يا احمد. التاني ناصر منسي دسوقي يا احمد، كارنيهم. ودي اسمه صورته. وادي التالت اهو، محمود محمد طاهر شبانه. طيب انا جيت ليه بنفسي النهارده؟ لان كان في بعض الحاجات صغيره يعني كده جدا يعني بتتعلق برسوم القيد والشيك اللي احنا جبناه، وهل هو ليه رصيد ولا مالوش. الناس اتاكدوا طبعا بالتليفون من البنك. انا جيت قلت لهم اسالوا البنك عشان المواضيع تخلص يعني بسهوله. طلبوا البنك استاذ وليد عطار، استاذ محمد المستشار محمد المشطه، بشكرهم جدا طبعا، وبرده الاستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. اخباركم ايه؟ معاكم حمدي احمد، حلقة جديدة من برنامج معلوماتي مع حمدي احمد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انتصر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. ربنا اللي قال كده. ترتيبات اتحاد الكرة ان كان يعرقل صفقات نادي الزمالك على اساس ان نادي الزمالك يتدهور في الدوري ويتدهور في دوري ابطال افريقيا، ولكن للاسف الشديد برضه هو نجح في خطته. يعني انت قلت لي لعيبه النهارده، ولكن انت نجحت في خطتك اللي كنت عايزها. الزمالك دلوقتي برضه يا جماعه حتى الان مش ضامن الدوري المصري، وكمان مش ضامن دوري ابطال افريقيا، وهيلعب مباراه صعبه امام الترجي التونسي. ومعنى ان الزمالك يسقط امام الترجي التونسي فاصبح النادي الزمالك لن يتاهل من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. بس هنا السؤال، هل ممكن فيريرا يجازف ويلعب باحمد بن حاج ويلعب بناصر منسي؟ هل ممكن فعلا يجازف بيهم في الوقت الحالي اللي احنا شايفين ان الوقت صعب وان انت ممكن تحرق صفقات زي ديت؟ والله يعني اتمنى لو الموضوع مشي كويس مع نادي الزمالك في المباراة ممكن يشاركهم اخر 10 دقايق او اخر ربع ساعة، لكن يبتدي بيهم المباراة هتكون صعبة جدا جدا جدا. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن نادي الزمالك في مباراته يوم السبت امام الترجي التونسي في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. وطبعا مرتضى منصور نجح فعليا ان يربك حسابات اتحاد كرة القدم. انت عرقلت الدنيا شوية، بس يعني على الاقل ممكن تكون لعله خير ان شاء الله باذن الله، ونادي الزمالك يعمل حاجة كويسة في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.